مصاري وين يا راغب؟ معقولة يا وشمي؟ يا راجل ده انا اللي كلمتك وقلت لك تعال عشان تاخد المصاري بتاعتك ترفع في وش السلاح. دي اصول برضه؟ يعني انت شفت حد من رجالتي رفع عليك سلاح؟ راغب انت خبصت معي كثير، ولا بقول لك يا عاصي؟ تعرف هي المشكلة فين؟ في قلة الثقة. عارف نور اللي بوظ علاقتي بيها قلة الثقة. قعدت تقول لي أنا بغير عليك، أنت بتخوني، ما بتحبنيش، بتبص لدي، بتهزر مع دي. خنقتني. قلة الثقة لو دخلت في أي علاقة ما بين اتنين لازم هتبوظها، زي اللي احنا فيه دلوقتي. فاكر زمان احنا كنا عاملين ازاي مع بعض؟ أكتر من إخوات. جه اليوم اللي بترفع في وشي فيه السلاح. انت اللي خنت يا راغب وانت اللي نسيت. انا ما نسيتش ولا خنت يا وشمي، دي فلوسي، شقاية وعافيتي. ما بدي ارجع اكرر لك الحديث مره ومره ومره ومره. انت عارف انه انا اللي فتحت لك المجال انك تفوت على سوق بيروت. انا بدي نسبتي، هذا حقي. ايوه حقك، انا ما بنكرش وعلى راسي كمان. وشمي انا خلاص تعبت، بجد تعبت. عايز اعيش في مصر وافتح صفحه جديده، وعايز اعيش في سلام ومش عايز حاجه من حد. حبيبه وبنتك ايه؟ حبيبه وبنتي فريده اللي ماليش غيرهم في الدنيا. انت بتعرف كان كتير سهل علي اقتلك، بس انت بتعرف ليه ما عملتها صح؟ اكيد عارف طبعا، عشان توصل للمصاري بتاعتك، وعشان انت راجل طيب. صدقني انت جواك خير، والخير ده لازم يطلع. اسمع كلامي، وكل ما هتمشي في حالك ربنا هيوقف لك ولاد الحلال. امين ان شاء الله. مصر نسبتك بالكامل يا وشمي، والعربيه دي كمان هديه عشان انت حبيبي. ها بس انت بقى حاول تطلعها بره مصر، ماشي؟ اصلي. خلي رجالتك برضو يبصوا بصه كده، عشان يمكن يعني نفخخها ولا حاجه. انا عمري ما افكر اردها لك، انا قلت لك انا عايز اعيش في سلام. ابن اصول. خلصت يا وشمي خلاص. مش عارف ليه مصدقك عن جد. احنا بينا عمر برضه يا وشمي. هتعد ورايا؟ تمام. اشوف وشك بخير. خد بالك من نفسك. يلا يا شباب. هتوحشني يا راغب. انت اكتر يا وشمي. كده احسن، كده زي الفل. هو انا بقيت قليل في السوق ولا ايه؟ ده تالت ديل في ظرف سنه يروح مني ويروح لولاد الراعي. هو في ايه؟ امال الملايين اللي بدفعها دي كلها عشان مين؟ ايه القرف ده؟ ما ترد يا عم، وانا بقيت قليل في السوق؟ لا يا راجل لا سمح الله، قليل مين؟ يا راجل ما تقولش كده على نفسك، ده انت قد كده. انت بقيت عبيط ولا ايه؟ وبتضحك كمان؟ يا عم يا جات عليك. حاليا من مين ولا من مين ولا من مين؟ من الصفقة اللي طارت؟ ولا من وشمي اللي عايز يطار رقبتي؟ ولا من راغب اللي طلع لي زي العفريت؟ ولا من حبيبه ولا فريده؟ انت مشاكلك كترت قوي يا رؤوف، عشان كده انا النهارده جيت اشاور لك على المفتاح الصح. حبيبه وفريده. حبيبه وفريده؟ فيها متولي من اللي جاي تقوله تقوله من غير لف ودوران. حبيبه وفريده في حضن راغب اهي، من غير لف ولا دوران. ها يا 7 رجاله عملت ايه؟ هو انت ايه يا ابني؟ هو انت قفاك ده ما وجعكش من كتر التلطيش؟ ما جاش في مره يقول لك ارحمني انا تعبت؟ وصل الكلام يا متولي. حبيبه، حبيبه القلب، رجعت له ازاي؟ راغب خد حبيبه وفريده بنته، بنته، وراح لامال في دار المسنين. صله رحم يا اخي. بس اقول لك حاجه، هي لسه ما تعرفش ان ابوها
انت ليه محسسني ان حبيبه دي لقيتوها صدفه في البيت بتاعكم؟ هي حبيبه دي مش اختك؟ وفريده بتقول لك يا خالو ما بتتقابلوش كده صدفه في الريسبشن بتاع البيت؟ يا ابني ما اللي طايرني طاير وكرامتي من كرامتك. انا بقول لك كده عشان مصلحتك. بقول لك الحق خد بنتك قبل ما تروح لراغب. راغب لو خد فريده هياخد عليها حبيبه هديه، وتبقى انت في وش المدفع، وقد اعذر من انذر. انزل مكانك، انزل. ايدك ورا ظهرك. انزل. ايدك. ايدك ورا ظهرك. ايدك ورا ظهرك ده اهو. ما تنسش العربية دي. حلو قوي كده. حصل يا خالو اللي قلت عليه اتنفذ بالحرف الواحد. اتعمل له زفه ولا اجدعها عريس. كان زي القمر وهو بيركب البوكس. حلو قوي، خليك متابع اخباره، ولو اترحل على بلده بلغني. تمام يا خالو. على السلامه يا وشمي. خير يا مرات اخويا؟ ايه اللي ما يستناش وجايبانا على ملا وش عشانه؟ وطي صوتك. اقعد. عايزه اسمعك حاجه. هتسمعني ايه؟ سيره الحب؟ لا يا نديم، سيرتك انت. انا مش فاهم حاجه. انا عرفت من فتره ان شروات بتروح للثيرابيست. قلت وانا مالي، الموضوع ما يخصنيش في اي حاجه. بس بعد بقى ما سمعت التسجيلات دي عرفت انها مش بتتكلم عنها هي بس، لا دي بتتكلم عن العيله كلها. وايه التسجيلات دي؟ هي لما بتقعد مع الدكتور بتقعد تفضفض كده وتطلع كل اللي جواها، بتحكي كل حاجه بتحصل في العيله. وطبعا اتكلمت عنك، زعلت منها قوي. كنت عايزه اتكلم معاها بس خفت انها تفهمني غلط، فقلت احسن حاجه ان انا اسمعك التسجيلات وانت اللي تتصرف معاها في الموضوع ده. التسجيلات دي وقعت في ايديك ازاي؟ مش مهم وقعت في ايدي ازاي، بس اللي خلاها تقع في ايدي كانت ممكن تقع في ايد اي حد تاني. هو ده بس كل اللي همك؟ التسجيلات دي فيها مصايب سودا وفضايح وكلها تتعلق بيك. اسمع. يوم نديم ضرب راغب بالنار وكان واقف قدامي متلهوج مرعوب وبيلم هدومه بسرعه. ما حسيتش انه فارق معايا خالص.